صباح الخير، السلام عليكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد. اليوم غنطلعكم عاوتاني للسطح. خرجت غير نقضي واحد الغرض ولقيت واحد الراجل تيبيع الغرسات. ما لقيتش عنده داكشي اللي بغيت، لقيت هاد الجوج وانا كنت بغيت منهم بزاف وكنت غادي نمشي للبيبينيير نشريهم ونشري بزاف د الحويجات ناقصيني ما باقي ما كتابش. فاين فوا لقيتهم خديتهم من عنده ومشيت مباشره عند اللي كيبيع الماعن ناخذ من عندهم حبقات. لقيت هادو اللي شفتو ب8 دراهم، الحجم ديالهم ماشي زوين يعني عم متوسطين، كنت باغا اكبر منهم ما لقيتش فقديت بهادو حتى يحن الله ويكبر شي شويه الجذوره ديالهم ويكون ديك الساعه ضروري نبدل ليهم المحبقات ونكون شريت حاجه اخرى كبر وغادي نبدلهم ان شاء الله تعالى ونشري شي جوج ولا ثلاثه اخرين من هاد اللوايه، حيت هاد اللوايه كتعجبني وكتصبر وعندنا في الدار ديال البلاد ما شاء الله كتعطي واحد المنظر احسن من هذه ديال البلاستيك اللي كتكون مغطيه الحيط، كتبان طبيعيه احسن. فهذا هو الهدف، نخلقوا مساحه خضراء طلعي تشوفيها تستمتعي بها سواء انا او لا اي واحد جا عندك. راه غير نتوما اللي كتشوفوها بحال هكا في فيديو ربما كاين اللي غادي غير يشوفها وتعجبه. هادشي اللي تيوقع لينا كاملين كنشوفوا الغرس والخضوره الراحه النفسيه ما شاء الله. هادي راه تا بديت كنصاوب المحبق وغادي ننقلها فيه وانا نتفكر انني ما درتش ليه دوك التقيبات اللي غيسربوا الماء، فبدلت تقبت هذاك الليموني درت ليه 3 تقبات كبار. خاصنا نتاكدوا مزيان ان الماء كيتسرب باش الجذور ما يوقعش ليهم تعفن، ولا كان احسن يدير الواحد طبقه ديال الحجر يكون صغيور هكا كيضمن ان حتى التراب ما يسدش هذوك التقيبات. وهكا كتشوفوا معايا انا حطيتها في هذا المحبق واي حاجه كنخدموها وكنقولوا بسم الله توكلنا على الله هكا باش تصدق ويكون فيها التيسير ان شاء الله. صوبت المحبق الاول وغندوز المحبق الثاني. التراب عندي كان مسكين قدام ونشف، فدرت واحد التقنيه انا غادي نقولها لكم، ما يصلحش نوريكم لان كنت دايرها مده طويله. كانت كنقي الجلوف اي جلوف ديال الخضره نقيتهم ما كنلوحهمش، كنجمعهم في ميكا حتى القشور ديال البيض كنجمعهم وكنطلعهم للسطح. داك المحبق الكبير الصفر باقي ما فيه حتى شي غرسه، فيه غير التراب، كنخشيهم في داك المحبق وكنغطي عليه كنخليهم. وسبحان الله دازت واحد المده ديال شهرين هكاك رجع داك التراب، رجعت فيه الحياه ورجع اللون ديالو كحل، وليت هو اللي كنخلطو مع التراب العادي وكيكون بحال شكل سماد. الغرس ديالنا الا بغيناه يبقى معنا مده طويله مزيان ضروري ما نسمدوه، فكل واحد وغيختار الطريقه المناسبه ليه. كاين اللي كيدير مزير ديال الغنم اولا ديال البقر، وكاين اللي كيشريه واجد من البيبينيير. المهم ان التراب خاصو يتسمد من فتره لفتره. كما مهم ان التراب نسمدوه مهم بزاف نردوا البال حتى للسقه. كنت كيسحب ليا انا شخصيا ان ملي الغرسه كنسقيوها يوميا كتعطي الخضوره وكتكبر وكتزيان. لا، التراب في اي حاجه ما كيتسقى حتى ينشف، خاصو ينشف يعني نسقيوه مره في 3 ايام مره في 4 ايام على حسب الجو، على حسب المنطقه اللي حنا فيها. نشوفوا التراب ديالنا نشف عاد باش نسقيو نعطيو فرصه لدوك الجذور ينشفوا ويتنفسوا، وهكا كتكون الامور غادا مضبوطه. هاد المحبق كنت دايره فيه زريعه ديال فلفله حاره، غادي ننقلها المحبق اكبر منه ونشوفوا ان شاء الله تصدق معنا وتكون النتيجه كما بغينا. سبحان الله العظيم، شوف الغرسه كنديروا اللي علينا كنتهلاو فيها كنراعيوها ونشوفوا واش تصدق او لا ما تصدقش. سبحانك يا اله. حتى الناس كاين اللي كنتعاملوا معاهم مزيان وكنراعيوهم وفي الاخر كيصدقوا، وكاين اللي في الاخر ما كيصدقوش. كاين اللي كيقرر فيه تعامل طيب وكيدير بحسابه وكيعقل على الخير، وكاين اللي ما كيعقلش. كل واحد وكيفاش دار ليه الله. يا ربي لاقينا ويلاقيكم مع الناس ديال الخير ووجوه الخير ويبعد علينا وعليكم شر الخلق. هنا المطيشه درت لها واحد الطريقه شفتها في الانترنت، كنت كندير غير الماء ديال المطيشه. دابا غادي نقطعها دوائر وندير عليها التراب ونشوف خاصها تطلع لي النقله ديالها عاد باش ننقلها في بلاصه اكبر. صافي هنا كنرشوه، وخاصو ضروري ملي كنسقيو الحاجه نديروا ليها واحد السقيه مغمره يعني يعمر مزيان داك الغرس باش ما يبقاش الهواء ما بين التراب والجذور، فين ما نخليوش المساحه ديال هذا، خاصو داك التراب ينزل وكينزل بالماء. صافي هنا غندير لهم بلاصه وغادي نحطهم في السطح. ندير لهم بلاصه بغيت انا الحيط هذا اللي غنحطهم فيه طلع عليه اللوايه ان شاء الله تعالى.
صافي هنا غادي نضربها واحد التسيقه خفيفه. وهانتوما كتشوفوا بغيت نوريكم هذه الدغموس، النبته ديال الدغموس، ودرت حداها بطاطا حلوه. سبحانك يا اله، شوف البطاطا حلوه كيفاش دارت اللوايه ديالها وطلعات ما شاء الله، عطاتها منظر زوين. وهذه هاد النبته معروفه العطرشه، كدار في اتاي، الريحه ديالها زوينه وحتى المنظر ديالها زوين. كدير واحد الورده في الغوز. هنا راني كنحيد هذوك النباتات اللي كيطلعوا عشوائيا، وغتشوفوا معايا غير بالزربه شنو عندي. هذه المانتا حتى هي كدار في بزاف الوصفات، كتجي زوينه في الكفته وفي لي بات. صدقات لي زوينه. هذا المحبق، هذا الحبق عفوا، تبارك الله شوف كيفاش ولا. وخا الموسم ديالو قريب يسالي، ف معليش، مهم استفدنا منه في هذا الوقيته. هنا زرع النعناع باقي ما طلعش. هذا القزبور كنحماق عليه انا، كيعجبني في كسكسو، في لي بات، في اي حاجه كيعجبني انا القزبور. في الرفيسه قزبور من احسن، كيجيني البنه ديالو بالنسبه لي احسن من المعدنوس. وهذه الخزامه. وهنا السلميه خلاص راه كلشي كيعرفها، كدار في الحليب، كدار في كلشي. وهذا النعناع. هنا غادي ندوز معاكم ندير الغدا ديالي، وغتشوفوني شنو غادي ندير. تشهينا الرفيسه وغادي نديرها، واخا هي الرفيسه كتبغي الجماعه ويكونوا الحباب، ما غادي نديروا لينا حنايا هاد الغديوه. عندي الدجاج البلدي، درت عليه العطريه وزدت عليه السمن. ويا سلام على ريحه السمن ملي كتكون عطيه في النصيب، انا راه من عشاق السمن. الدجاج البلدي ماشي ضروري يتقلى، هو لا تقلى يكون احسن. ما انا حيت زربانه صافي سديت عليه يدخلوا الطياب مع واحد البصيله. بيد ما انا عجنت يكون دخلوا الطياب. غندير واحد الكميه صغيره، فيا ربي نجي القياس هو هذاك، ما بغيتش نكتر. غادي نعجنها وندلكها مزيان مزيان. المسمن ديال الرفيسه خصو يكون مدلوك باش يتورق. هنا راه حدايا انا كنقلب الكوكوط واش دخلها الطياب، وفي نفس الوقت شاط عليا واحد الحليب في الفطور، درت عليه الفلون. وغادي ندير جوج جبيبنات، علاش غنضيعوه. صافي هنا زدت البصله اللي خاصاني، وزدت الثومه والعدس اللي ديجا فزكته، وغندير عليها الماء وغنردها تكمل الطياب ديالها. وها هو الفلون ديالنا من والو، غير الحليب اللي شاط عليا في الصباح. حليت نسيطرو وخديت منه غير كويس، علاش غادي نضيعو. ايوا خرجت منه جوج جبيبنات ديال التحليه، اللهم لك الحمد، واخا حاجه بسيطه ما نضيعوهاش. زدت هنا الفلفله حاره والقزبور، كنراقبوا الماء، ما كنبغيش ندير فيها الماء كثير باش ما تجيش باسله. وها هي حدايا كطيب، وانا كنصاوب في نفس الوقت المسمن. وانا كنقرص العجينه كنت غندير التريد، داكشي علاش درتها صغيره شويه. ويتنادم معايا الحال، قلت لا لا والله ما غادي نعكز، غادي نديرو مسمنات. حيت التريد كيختصر شويه الوقت، ما كيجيو الحواشي ديالو قاصحين وانا ما كيعجبونيش. كنفضل المسمن اللي يجي مورق كامل ومحلول هكا، كيكون كله زوين ورقيق، ما كيجيش بحال التريد بجهه غليظه جهه رقيقه. الا اللي عنده لاباري بطبيعه الحال ديال التريد راه كتكون حاجه مختلفه. ديال الطين بالاخص، ديال الطين هذيك راه كيكونش فيها التريد رقيق وزوين. الناس اللي كيديروا في التريد في المقله كيجمعوه، كيديروه هي طريقه مختصره في الصراحه. كيديروا تريد وحده فوق وحده، صافي كيساليو وكيجمعوهم كاملين، يقطعوا الحواشي وكيديروا تقطيعه بالموس اولا بالمقص. هنا سريعه وعمليه، ماشي تقليديه وزوينه. فاذا كانت عندنا كميه كبيره وغنتغلبوا ما كاينش مشكل نديروا هذه الطريقه. ولكن ملي كيكون عندنا غير حنا ومجموعين، علاش غادي نحرموا راسنا؟ نديروا حاجه على حقها وطريقها. ما كيعجبنيش انا التريد هكاك في المقله يتقطع بالموس، كنبغي الطريقه التقليديه في اليد. وها نتوما غادي تشوفوا معايا المسمنات كيفاش كيجيو مرقين شفافين بحال قول الورقه ديال البسطيله. هذا هو اللي كيعجبني انا، النتيجه اللي كنبغي نشوف هكا. ما كيكونوش ديك شي بلاصه غليظه ولا بلاصه قاصحه، وملي كتسقيه تيولي معجن. الناس كاين اللي كياكلوه وما كيردوش البال، ملي كيطيب راه كيكون رد البال لهاد التفاصيل. شوفوا الورقه كيفاش رقيقه وشفافه. ومن بعد راه كاين اللي كيديروا في الفران، كاين اللي كيديروا يتبخر. انا كنبخرو شخصيا. هاد المره جربت الاير فراير، قالت لي بنت عمي طريقه كتجي فيه زوينه، جربتها وزوينه حتى هي مزيانه. هنا دزت كنسقيه، كنفرشوا التفريشه الاولى ديال البلول، من بعد كنديروا المسمن، عاوتاني كنديروا البلول هكا باش يجي مسقي كامل. والحمد لله جات البلول على القياس ديال القصيريه ديالنا. ما شاطش البلول، ما بقاش ترفيسه، جاتنا حد في القد. الا وصلتوا معايا حتى لهنا وعجباتكم هذا النهار اللي دوزتوا معايا، خليوا لي تعليق كما العاده. وكنبغيكم كاملين، وكنتمنى الروتين ديال اليوم يكون عجبكم وما نكونش ثقيله على القلب. وسمحوا لي الا شهيتكم وما كرهتكمش تكونوا معايا كاملين هنايا.
خليتكم في امان الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سلامة.